وصول جثمان الشهيد خليل نور حجازي إلى مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. استشهد بسبب القصف البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية في مدينة الطبقة الشهيد خليل نور حجازي. وصول جثمان الشهيد خليل نور حجازي إلى مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. ها هم كلهم قتلوا من قصف بشار الأسد. هذه مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. هذه مقبرة الشهداء. وصول جثمان الشهيد خليل نور حجازي إلى مقبرة الشهداء بسبب قصف البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية في مدينة الطبقة. تشييع الشهيد خليل نور حجازي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تشييع الشهيد خليل نور حجازي إلى مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. استشهد بسبب قصف البراميل المتفجرة على مدينة الطبقة. هذه مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. وصول جثمان الشهيد خليل نور حجازي إلى مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. وصف بالبراميل المتفجرة من مطار الطبقة العسكري. الشهيد خليل نور حجازي الآن في مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. والأهالي يودعونه، الأهالي يودعون خليل. الله يتقبلك، الله يتقبلك يا خليل من الشهداء إن شاء الله. يا شباب لا حدا يبكي عليه والله العظيم لا ندخل في الطرق. يلا يا جماعة. تشييع الشهيد خليل نور حجازي في مدينة الطبقة في مقبرة الشهداء في مدينة الطبقة. تشييع الشهيد خليل نور حجازي في مدينة الطبقة.
طبعا نحن الآن في مقبرة الشهداء طبعا في مدينة طبعا. كل الموجودين قتلوا على أيدي عصابة الأسد، كلهم الشهداء قتلوا على أيدي عصابة الأسد. سلمين الأمر إلى الله، سلمين الأمر إلى الله. الشهيد ابنك حجموه؟ الله يتقبله. أيمتى استشهد؟ في يوم 2/3/6/2013. عبد الباسط الله يتقبله بالنصر. عبد الباسط الله يتقبله. الملقب أبو النصر. معروف رجال. ان شاء الله هذا بجيب لنا النصر باذن الله. ان شاء الله شهدائنا ان شاء الله هي اللي بتقوينا. نرجو يكون انه مفتاح نصر للشباب اللي وراه ان شاء الله. الله يتقبله ان شاء الله. امين. عبد الباسط رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. مسلمين الامر لله. لا اله طبعا مثله مثل كل هالشهداء. هي الشهداء كلها طبعا كل هذول ان شاء الله نصرهم الجنه ان شاء الله. الله يتقبل ان شاء الله.